يا صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم صبايا جميع. وبكل مين إجا جديد انضم للقناة واشترك بالقناة. ربي يسعدكم يا رب، وإن شاء الله اليوم الفيديو يعجبكم. بلشت فيديو جديد، روتين جديد. اليوم يوم فيه شغل كتير، بس أنا شاركتكم الصبح الترتيبة، وراح أعمل معكم كيكة الشوندر. وكمان الأكلة اليوم أكلة سريعة خفيفة نظيفة. وكتير أنا كتير كتير بحبها هي الأكلة. أنا اليوم نظفت البيت تنظيفة كتير يعني كبيرة للبيت، بس ما شاركت معكم كل التنظيف، إنه أنا شو عملت شو ساويت. طبعا هو روتين يومي يعني، بس إنه التنظيفة أنا مرة بالأسبوع بنظف البيت تنظيفة كاملة. أما كل يوم نهار بكنس بكنسة الكهرباء، نهار بقوم مثلا بلملم تلملمة وبكنس يعني تكنيسة يدوية للسداج، وبمسح لي هيك مسحة سريعة حوالين السداج. المهم ما بخلي شي علي، بس الشتا بيكون حوسته مو بشكل يومي، بيكون يعني أخف من الحوسة اليومية المعتادة. كل يوم لما في الصبح أول شي بدي لملم الحرامات، نظف كل شي. كنت قبل في أمسك التليفون، أقعد أشرب نسكافيه هيك روق. هلا عم بحب أفيق فورا عتلملم. شايفين هدول الجليات في منهم قبل بيوم بالليل، بكون أنا كتير كتير تعبانة ما بجليهم. بفيق الصبح كمان الولاد بفطروا. فبصير عندي جليات بتجمع مثل ما انكم شايفين، يعني اللي بشوف الجليات هاي بيقول الصبح. لا، في شغلات الصبح وفي شغلات من امبارحة يعني. فهلا بقوم وبجمع الجليات كلها وببلش بنظف بلملم الأوض كلها مع الصالون مع كل شي. عندي غسيل، أول شي بحط الغسيل بالغسالة، لأنه قبل ما أخلص تلملم مثل البيت والتنظيف وهيك بكون صار الغسيل يعني خلص بالغسالة، فبطلع بنشره. بحب أبكر كتير بالغسيل مشان ياكل شمس، يعني مشان ينشف يلحق ينشف للمسا، وخصوصا بفصل الشتاء يعني. فصل الصيف ما باكل هم، يعني ايمت ما نشرته بينشف ساعتين زمان بينشف. اما بالشتاء فكتير باكل هم الغسيل، وخصوصا اذا نزلت مطر، ضلت اسبوع كامل عم تنزل مطر عنا ما بنشوف الشمس، الله يكون بالعون شو بصير فيني. رطوبة مو طبيعية، الغسيل بينتشر جوا عندي وما بينشف وباكل همه، وبصير فوق بعضه، وانا نشرته هيك فوق بعض بالبيت بصير كتير صعب علي. ونسبة الرطوبة عندي بالبيت بترتفع، فكتير كتير انا بعاني. جد يا جماعة بعاني بهالقصة بالشتاء. وعندي معاناة تانية بفصل الصيف، هلا رح احكي لكم عنها. بما انه فتحت الموضوع معاناتي بفصل الشتاء، رح احكي شو هي معاناتي بفصل الصيف بهذا البيت اللي انا بركب فيه. هي يعني انه سبب هذا البيت انه ارضي وهيك عم بعاني بالشتاء، والمعاناة الصيفية كمان لانه ارضي. المعاناة الاولى هي انه البق. البق يعني غليظ غليظ لأبعد درجة. بيجيني كمية بق كتير كبيرة بهذا البيت. الشغلة التانية، بيدخلي هذا ابو بريس، ما بعرف شو وزغ، بتقولوا له الوزغ، ما بعرف شو كل بلد بتقول له شيء. هو الوزغ هو الابو بريس. بيدخلي بشكل يعني، يعني بخاف انا افتح شباك، الدنيا شوب كتير كتير، يعني لازم تهوية، لازم افتح شباك لانه بتنخفض نسبة الاكسجين، فمجرد ما افتح شباك او اي شيء لازم يدخلي ابو بريس. ما عدا هيك الله يعزكم، الا ما بدي انه كرهكم في البيت اللي انا فيه، بس هي الحقيقة. كمان بتخلي صراصر. صراصر مو انه الصراصر الصغار نعمة، لا، الصراصر الكبيرة ابو شوارب اموره تمام مدعوم. وانا اكره ما علي الحقه هذا يعني الطيار، اني الحقه واقتله، يعني ان كان هو ولا ان كان الوزغ ابو بريس. فهي مهمة جوزي يعني مجرد انا ما هدخل على المطبخ وشوف شي على الحيط، ففورا بصيح انه تعا. قلت له انا يمكن صح صوت هيك ارتعب، يعني ما بعرف اذا شفت بوتشي شي هيك دخلت فجائي. فبيقوم هو الله يعطيه العافية،
بيشوف أي شي ترليك الله يعزكم قدامه شحاطة، المهم بيفوت على المطبخ وهو متسلح وبيبلش بقى بده يقتل الأبوبريس أو الصرصور. هلا بلشت، بعد ما خلصت البيت رح اعمل كيكة الشوندر. كيكة الشوندر هلا انا ما كتير ماني عملتها بالقبل، ولا انه مثلا انه كتير انه طيبة او بشي، بس انا عملتها لسبب انه عندي ابني الصغير ما بياكل، ما بيحط بيتمه اكل ابدا. فبضطر احط هيك شغلات مفيدة مثل الشوندر وشغلات تانية بضطر احطها بقلب الكيكة او مثلا بقلب اكلات هو بيحبها، منشان ياكلها وتدخل لجسمه. هلا انا هذا المكسر طلع عندي متعطل، لما طحنت معكم العجوة وتعطل وكملت العجوة على ايدي نسيت انه هو متعطل، فحطيت الشوندر وحطيت الزيت. بدي اطحنه مشان احطه بقلب الكيكة. مثلا انا الكيكة عندي بدي اعملها بحط لها نص كاسة زيت، النص كاسة زيت حطيتها مع هدول الشوندرتين مقشر ومقطع، وبدي اخلطهم بالخلاط بيصير بالمكسر الطعام يعني ما بيأثر. بعد ما خلطتهم هون كتير منيح، شوفوا لونه صار كتير كتير حلو هيك فوشي على سكلمة، هيك اللون كان كتير حلو. بعد ما هون خلطتهم كتير منيح هلا رح بلش بقى بالكيكة. رح حط هلا بيضتين، فيكم تحطوا 3 بيضات، كمان ما بيأثر، بس لأنه هي بتعطي هذا الشمندر بيعطي رطوبة كتير قوية للكيكة، فبيضتين بكفي. يعني بدنا السوائل تكون أخف من يعني أخف من الكيكة العادية. يعني مثلا الكيكة العادية بحط لها 3 بيضات أو 4، هون رح حط بس بيضتين مع ظرف فانيلا ونص كاسة سكر. هلا أنا الكيكة العادية بحط لها 3/4 كاسة سكر، لأنه الشمندر عندي حلو فبدي احط نص كاسة. بخفقهم كتير كتير منيح لحتى يتضاعف حجم البيض ويصير ابيض، وبنفس الوقت يدوب السكر. بعد ما خفقت البيض كتير منيح هلا بدي احط الشمندر بالزيت شوي شوي وانا عم بخفق. بدي نزل كل الكمية، ما رح اخلي شي لحتى يكون اللون الاحمر ظاهر اكتر. بس رح فرجيكم باخر بعد ما خلص الكيكة وطالعة من الفرن، رح فرجيكم انه شو صار. مع انه انا شفت فيديوهات على اليوتيوب حاطين شوندر واللون احمر احمر طبيعي من دون صبغة من دون شي. انا ليش صار معي اللون ما بعرف. فهلا حطيت شوية حليب بقلب الخلاط لحتى انزل كل الكمية اللي كانت موجودة بقلب الكيكة. هلا بدي انخل كاستين طحين مع ظرف بيكنج باودر كامل، واخلطهم وحطهم بالصينية، هيك بتكون الكيكة جاهزة وخالصة. بس انا اللي خفت لما بدي احط الطحين انه يتغير لون الكيكة. الحمد لله طلع لونها كتير كتير حلو، شوفوا لونها شقد حلو، طلع لونها رائع. بس هي اول كاسة حطيتها، وهلأ هي الكاسة الثانية مع ظرف البيكنج باودر. كمان خفت انه يتغير اللون على الطحين، لا الحمد لله طلع اللون كتير حلو. هلا رح فرجيكم بعد ما اخلط الكاسة الثانية شلون رح يطلع لونه كتير حلو. هلا هيك لون النهائي طلع، رح احطها بالقالب بعد ما دهنت القالب طبعا بالزيت. رح احطها على درجة حرارة 200، لانه انا قلت لكم عندي الفرن درجة الحرارة فيه واطية، فبحطه درجة حرارة عالية، فيفضل تحطوه انتو حسب حرارة الفرن من 180 لل150. انا بحطه بالرف الوسطاني على 200 درجة حرارة 200، واحيانا ما بشغل من فوق ابدا. بس شفتوا انه وقف ما بقى يرتفع اكتر وحمر وجهه خلاص، بوقف الفرن وحينما بشغله من فوق. هلا هون قلت انا بجهز البطاطا المقلية قبل ما تخلص الكيكة من الفرن. ليش؟ لانه هالبطاطا فرجتكم اياها جبتها من البازار، هي لونها سمرة، فالسمرة مو منيحة للقلي، فقلت انا بنقعها بخل وملح بركي انه بتشد. بس نقعتها بمي وملح بس ضلت رخوة، وحسيتها لما نقعتها بالمي ارتخت اكتر واكتر. فانا قلت لكم ما بجيب البطاطا الا من البيم. البيم بتجي بيضة وماكنة للقلي فرجة، بصراحة طلعت مو منيحة. هلا رح فرجيكم منظرها شلون صار. يعني ان كان قليتها بالقلاية الهوائية ولا على الغاز بزيت عادي يعني،
قال لي عادي نفس النتيجة، يعني هي بتعطيكي نفس النتيجة. فيفضل انه تكون البطاطا الكاشفة دائما بتنزل بالبيم. فخلص جبتها للبازار، هي رح اتركها لاكلات تانية وارجع اجيب من البيم بس للمقلية. بس انا اكتر شي بستهلك للمقلية، يعني قليل مثلا لاسلق بطاطا او اعمل مثلا اكلات تانية بالبطاطا. هلا هون رح حطلها ملح. قمت اتذكرت انه هاي المي انا لازم اغيرها لانه شرب نشا، بتتشرب نشاف، فغيرتها. هلا هيك صارت المية نظيفة. رجعت حطيت خل وحطيت ملح وتركتها هيك، حركتها وتركتها هيك منقوعة. هلا طلعت الكيكة من الفرن. هي الكيكة فرحت عليها انه لونها كتير 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 حلو. بس شوفوا هلا المفاجأة، هلا لما بدي اقلب الكيكة شوفوا اللون الحقيقي. ما توقعت انه يطلع لونها هيك بصراحة. هلا هيك جيت بدي اقلبها، شوف اللون. تا 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 تا. هلا بتقولوا انه هي لانه من برا وما بعرف شلون، انا شلون هيك شفتها على اليوتيوب انه هيك لونها حمرا حمرا، ما بعرف اكيد حاطين لها صبغة اكيد. بس انا شفت اكتر من فيديو انه حاطين بس شوندر، انه انا وين الشوندر اختفى يعني وين راح اللون؟ كان اللون يعني ما شاء الله كتير يعني قوي. وانتوا بتعرفوا لون الشوندر يعني انه بيدبغ نظامي. فقلت هلا يعني يمكن هي لونها هيك من برا، قلت هلا يمكن اذا قطعتها اكيد اكيد من جوا لونها احمر. هيك طلع لونها. انصدمت بصراحة، انصدمت. بس قلت يلا معلش، المهم انه وابني كان عم بينق جنبي بده يعني ياكل منها، فقلت يلا منيح انه بس بياخد فوائد الشمندر لانه ما بياكل شمندر. فقلت منيح ابني الكبير والصغير ما بيحبوا الشمندر، فقلت منيحة بدي خليهم ياكلوها. وفعلا طلعت كتير طيبة، يعني عطت الشمندر عطاها طراوة كتير كتير يعني مو طبيعية. فيفضل انه تخففوا السوائل شوي بكيكة الشوندر. اليوم رح اعمل قلوبات. انا قلوبات دجاج، بحط معهم خضرة، بحط معهم توم، بحط معهم بصل، بحط معهم فليفلة. بحس لما بحط معهم هدول كتير بيطعموها للقلوبات الدجاج، لانه اذا لحالهم حطيتوهم وقليتوهم مع بهارات هن طيبين. بس لما بحط بصل وفليفلة بحب طعمة البصل والفليفلة المقلاي، بيعطوهم هيك طعمة. بيعطوها طعمة يعني كتير كتير طيبة. هاي طريقة الشيف عمر انا اخدتها منه. وبكتر لها فليفلة، يعني بحط فليفلة حلوة وفليفلة حادة. هلا البصل هي بصلة كتير كبيرة، يعني هي انا حطيتها، فبدي وازن الفليفلة بمقدار البصل بمقدار لوبة الدجاج، يعني بحط قد بقد بقد. أه حطيت فليفلة حمرا، هي عندي الفليفلة حمرا حدة، بس الفليفلة اللي هي الناعمة بس هي اللي حدة، يعني نص حدة نص نص حلوة. والثوم حطيت تقريبا 4 سنون توم، كمان فرمتهم فرم. بس يفضل انه الثوم تحطوه مدقوق، بيعطي طعمه اطيب. عندي هاي الخسة صار لها اسبوعين عندي. هي مفرعة اكتر من فرع، يعني صارت تنتين تقريبا. نقعتهم غسلتهم كتير منيح ونقعتهم بالخل. وهي القرمة هيك شكلها موديلها كتير حلو، قشرتها وحطيتها مع الصحن. فقلت بياكلوها الولاد. كان منظرها هيك غريب شوي. بدي افرم انا على اساس بالبداية السلطة خشنة. هلا انا جيت هيك اشتغل بعجلة بعبطة، نسيت حط للسلطة بقدونس. هيك انه عم بفرم هيك بعجلة انه بدي اخلص الحق، لانه كتير اليوم اشتغلت بالبيت، نظفت البيت تنظيفة يعني كبيرة مع الغسيل، حتى طلعت برات البيت ورجعت. فوقتي كان كتير كتير ضيق. وعملت معكم الكيكة. حطيت للسلطة خس وبندورة وملفوف احمر. وهلا رح افرم الخس، بس نسيت احط لها بقدونس. وبحط لها هلا التبل الدريسنج. بحط له توم وزيت مع عصير ليمونة وشوية سماق وملح. هذا الدريسنج بحطه على طرف، يعني ما بخلطه غير بالاخير لما بدي احط السلطة.
عندي كتير أنا باكره تنضيف قلوب الدجاج وتقطيعهم. هلا أنا خزلتهم قبل ما أبلش تقطيع، وبغسلهم بعد ما بقطعهم إذا كان في دم ملزق عليهم أو شي. هلا أنا دائما منجيبهم نحن يا من بيم، على الأغلب من القصاب منجيبهم. مو القصاب تبع هذا أبو الفروج البايزة، ما بعرف شو بيقولوا له. بيطلعوا ممتازين يعني. هدول أخدناهم من الشوك، ما بعرف شكلهم هيك فرطين. يعني هيك ما بيطلعوا هيك شكلهم كتير حلو. هلأ هون رح انزل البطاطا بعد ما صفيتها كتير مي من منيح من المي. بس رح احطلها شوية زيت وحركها وحطها بالقلاية الهوائية. بس مثل ما قلت لكم انه ما زبطت معي بسبب انه هاي البطاطا سمرة. هلا رح اقلي قلوبة الدجاج، رح احط معلقتين سمنة كبار، وراح احطهم على نار كتير كتير عالية، لانه لما بدي انزل لوبات الدجاج ما بدي انه مثلا تنزل ميتهم منهم، يعني مثلهم مثل الفروج الصبح، يعني لازم تكون النار حامية، تكون السمنة حامية. فحطيتهم هلا على الطرف الثاني عن على الغاز العالي، منشان انه لازم بالبداية اول ما واحد ينزلهم تكون النار كتير عالية. هلا هيك بدي اقلبهم تقليبتين، وبعدين رح احطلن معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بهار، ومعلقة صغيرة فلفلة حمراء ناعمة. بس انا بحط مع الكزبرة توم مطحون كل مرة. هالمرة حطيته هذا المفروم. لا، المطحون بيعطيها طعمة اطيب اقوى، يعني تطلع طعمة التوم اقوى. سبحان الله، التوم هو اصوله يكون مطحون. بعد ما استوت قلوب الدجاج نص استواء، حطيت البصل قلبتها شوي. بس يدبل البصل شوي رح احط اخر شي الفلفلة ما بدي اياها تدبل كتير، منشان لون الفلفل يضل مثل ما هو، وقوامه يضل مثل ما هو. بس هلا رجعت بالاخير لما حطيت الخضرة حطيت كمان رشة ملح شوي. هلا هيك السفرة صارت جاهزة وطعمتها كتير كتير طيبة، بس حطوا الثوم مطحون، طعمتها مع اللبن لذيذة كتير كتير كتير. هذا كان فيديو اليوم. إذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لي لايك، واللي مو مشترك يشترك بالقناة لأول مرة بيدخل على القناة، وبشوفكم بفيديو جديد، وباي باي.